تعالوا نتكلم على الفلوس. الفلوس حاجة من الحاجات اللي احنا بنفضل نسعى إليها طول الوقت وبنجري وراها وبنبقى عايزين يبقى عندنا يعني دايما التطلعات عندنا ملهاش سقف. يعني اللي عايش في أوضة عايز يبقى عايش في شقة، واللي عايش في شقة لا عايز أعيش في شقة بقى بره المنطقة على الشارع مش عارفة فين، واللي جاب الشقة لا عايز يروح يجيب البيت اللي هنسكن فيه العيلة كلها، واللي يجيب البيت اللي في العيلة كلها. مش دايرة عمرها ما هتخلص، عمرها ما هتخلص. وحتى سمعت تصريح لرجل أعمال يعني بدون ذكر أسماء قال لك الثروة الكبيرة قوي 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 ملهاش لازمة، هم أول 100 مليون هم اللي كفاية. حتى ضحكت أول 100 مليون أول طيب. الواحد دلوقتي عايش في عصر بيسمع أسعار العقارات يتخض، يسمع أسعار العربيات يتخض، مش في مصر بس، في كل حتة، وكله بيجري ورا الفلوس. ولما بتيجي عند الجد، عند الجد اللي بجد، فلوس ما بتعملش حاجة خالص. يعني بيبقى عندي ساعات صحاب مقتدرين جدا جدا وفجأة وفي سني وفجأة يعيوا ويدخلوا المستشفى ويبقوا بين الحياة والموت. فلوس ما بتعملش حاجة، زيها زي اللي هيدخل يتعالج على نفقة الدولة أو بالمجان في القصر العيني. يعني ده هياخد رعاية أكبر؟ لا والله، أحسن أساتذة في القصر العيني وأحسن عناية وأحسن رعاية. بس هو ربنا بقى لما بتيجي عند الحاجات اللي بجد، حادثة عربية، فلوس مش تعمل حاجة. جالك صداع نصفي، فلوس مش تعمل حاجة. عينيك ضعفت، فلوس مش تعمل حاجة. واحد فقد بنته أو ابنه، فلوس مش تعمل حاجة. الحاجات المشاكل اللي بجد الفلوس مش هتعمل عندها حاجة. وكل ما هتقتني حاجة، الحاجة دي بتفقد معناها. يبقى نفسك قوي 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 في عربية، واول ما تركب عربيه يا ده العربيه مطلعه عيني وبتقف مني مش عارفه فين والبنزين غلي قوي والبتاع ومش عارفه ايه. اول ما هتجيب البيت ده، البيت بعيد قوي والسلم طويل ومفيش اصلا كل واحد ما يمتلك حاجه نفسه فيها السقف عنده هيعلى. هتسالوني يعني انت بتحبيش الفلوس؟ لا طبعا بحبها وشايفاها وسيله، ولكن بقعد اتفرج كتير قوي او بقول لا على حاجات يمكن لو قلت عليها كنت ابقى اغنى بكتير، ولكن عندي معايير تانية.